في اطار ممكن، ولكن اذا كان بغى يكون واحد الحوار بيناتنا باش نضرب على هذا الاطار ونتفقوا. تفضلوا. سيدي سامحني الله. السلام عليكم. شاشه بلا ميكرو صوتي بارك الله. احترامات استاذ سعاده الوالده وسعاده الوزير. وراك على واش صافي واش شويه غير السلام عليكم. سعاده العمده وسعاده الوزير، الحمد لله كذا القطاع تاع العمر كيلتي هذا السيد بانه نصب عنا، وحنا دابا تلفنا ما بين الرشيرشي ما بين المقبوط من وسائل الاعلام وما بين السلطات وما بين الشعب. حتى حنا راه هكا استاذ، حتى حنا تلفانين هكا، حنا يمكن اكثر منكم حيت جينا خبر ما مقبوطش ويا خبر ما مقبوطش. احترام لسعاده الوكيل خلينا نسالو بانه ما رشيرشي لان المحاميه ديالو جاب شعارات كاع اللي يدخل يخلص. حنا جانا خبر اخر حنا متضررين، حنا كندبشو حنا نقلبو، حنا ما احترام الفلاش ولا السلام. حنا سالك كتقول لي سعاده العمر اللي كان في سوريا شكون عطانا الشغل؟ انا السيد ما يطرحش 7 سنين، واش كاين شي بروجي على صعيد المغرب جميع مدن المغرب الان في مخرجنا على الموسط عندنا في مخرجنا تلقى بروجي خرج اليوم طرح في العام يتجمع. انا السيد ما طرحوش عمران في العام الاول في العام الثاني قبل دافن عمليه النصر قبل ما يبدا عطيناه نهار 2016 درتو العامين ما بانش حتى كورونا زيدو مورا كورونا كنا كل حدو هو غادي يتمادى هذا واش مورا كورونا هو يجرع اكثر واش كان فاطمه اللي شهر 3 انا دابا الشق الاجتماعي يعني الشق الاجتماعي في العلبيه نصب عندنا عطاتني شهاده كون عرفتو شي سوا ما ديرش شي شهاده العمر عطاتني شهاده صدقتو ليا باش تبرر منه. انا حيت عارف ما ناش التصويره وما ناش الشغل علاش ما يحصل بروجي مراكش علاش يصح دابا كازا هادشي اللي دابا انه راه واقع عليه مشاكل وكذا بغينا نصب عندنا ولا شد عاوتاني مورا مراكش دير ليه هو واش كازا يعني السيد بلا نفهمو حنا لا كاين كازا شارع سقراط شارع سقراط كاين هذا وكذا المهم حنا مورا مراكش ليسونسي انه تابع مراكش يعني مورا بروجي سيدي لما نبقى التصويره كنتو في الحدو نزدو العمليه في الحدو ما يصلحش وما يصلحش عباد الله يزيدكم هاد المشاكل هادو اللي نتوما باغيين نعلموهم. حنا بنعرف ان في العقار ماشي عندو الكونطرا ماشي عندو انا عرفت حاجه وحده جينا العمران عطاتني ملف تسجيل خوها عطاتني اشهاد سيت لهم الفلوس كي عندي تقبيل البنزين سير فيرسي لي بقى الفلاحي فيرسي بقى الفلاحي وسير قلب على راسك ولدي كون عارف انا ما نمشيش عندو ما عطيتش رزقي كون مشيت حجه اخرى بصح ما احتراماتي كان نقول في عالي وقت ندير بطريقه ولان استاذ واحد الحين مسؤوليه العمران لانه كتراقبوه كتعاقب على الوقت اللي عليه ميكو والثاني ميكو ولكن من بعد نوقفوا كل هذا الشيء ما يصح لكم كل دابا توقف الحدو وما يصحش راه الان نقول لك هذا كل قلبي دابا ما طراش راه هي كان 2023 اواخر ديالها وبعد بالشيء والجاليه كثيره كاع الحكم ما تعرفوش تيجيو شي شويه زينه بانهم الخمس تيزحوا علينا ما كيصالحش اغلبيه تيجيو بالبيرو تيخرجوا داك الشهر 5 سنوات كيما قلت الشاطر عطا 6 هو هذا اللي يبني 3 هو هذا اللي يبني 2 هو هذا اللي يبني اي واحد مسكين خرج انا راه ما فهمنا والو ساعدونا عطونا شنو ديروا تدير الحلقه الحمد لله بنين توصل سيدي ميمون عرفت الحاله بلا مشكل عليك يعني ماشي الاجتماع كرهت بدون افتقار عندي ثلاث البنات عندي مشاكل خاصه بلا ما فيها فين نمشي كتبعوا ديك الكرتمه العقل وفي هذه البنيات لا اجتماعي تقول انا خرجت اجتماعي خرج من العمران هاز القرعه عيط ما بيننا علينا عيط لنا التليفون اجرت هزيتي جينا درنا الاجراءات سير على السيف والقلب ثاني نتكلم لنا ان نحن عندنا تنازلات المحامي ما عطيش مباشره ولا عطيني مباشره بحياه اخرى في اخر عندك المحامي بشرط يعطيني القتال الان كيدير هذا الشيء الكونتخاوي من بين طريقه البيانات انا لا فهمي راسك دفعت نص ومستعد وعطاني سيرتي برا قال لي سلمني نص لا باش ما تخبر بعطينا الظهر شي خبر اما الظهر تجي عندك ما طلع كان بدي في الوجود وسامحني لا هذه الرساله ديال الجميع الشق الاجتماعي لو وقت معايا تكمل بغيت نزيد الاخوان ديال الشق الاجتماعي. بالنسبه للعمران اللي حسب بان عندها علاقه بالاناثيه بالاباحيه عندنا حنا ما يثبت ان العمران عندها شراكه معاه وعندها مسؤوليه التدبر فين هو الدور ديالها
يعني ماشي ينصب علينا هو نصبات علينا حتى مؤسسة العمرة اللي كتمثل الدولة. يعني حنا ما كناش محتاجين ديك البارسمان راه غير 53 متر ماشي خدنا فيلا ما خدنا شي حاجه اللي ما كايناش 53 متر باش نستريحنا مع وليداتنا واش نهضر دابا حنا غادي نبقاو نقدروا اننا نخلصوا في الكرامات 5 سنين عشان كنخلصوا في الكرامات. وهذا السيد وعدنا بعام ونص شي عام ونص دابا شوف المده شحال راه ماشي غير انا الناس كثار مني واحد العصا كاينين الناس اللي جاو امراض نفسيه اللي ما خدموش باقي وسيد شكون كنت ديجا ما كنقولوش ضحايا كنقولوا نتوما هما اول الضحايا. ولكن سيد شكون ديجا كنتي وعدتينا شي عام ونص هذا انك غادي تلقاي لنا الحل وقلتو بانه 100 بارسمان ما غلباتش الدوله ما غلباتش مؤسسه العمران. حنا دابا نخلصوا الكريدي اللي شرينا ولا نخلصوا الكرا باش كل حاجه دابا هبطوا العمران انا ما وعدتكمش لكم غادي نوقف جنبكم وندير جهدي. السيد الغوري قال بانه 100 بارسمان ما غاديش تغلب مؤسسه العمران. لا واحد يكمل في كلامه 100 بارتمان ما غاديش تربح الدوله ونقولها لك كذلك انا نهضروا على 800 وحده وكل وحده تباع جوج وثلاثه مرات وبالشق الاجتماعي باش تعطى المشروع وباش تعطى الارض ثمن ثابت. يعني تمام نعرفوا هذا السيد ما تازش في مشروع بالنسبه لي هو في صوير من 2017 14 سنه دابا. والمشكله ان العمران عرفتي هذا الاشهاد بانكم نتوما لا سميتو يعني راه ما غاديش تستافدوا وكيما يقدر مؤسسه الدوله ما غاديش تعلم لنا على الغضب وسنين انت اليوم اش كتقول بانها بعت بيكم وبيت الشركه دونك انت كذلك مواطنه معاه مادام انت عرفتي ما غيتنازلش وما غيسلمش هذا الشيء علاش عطيتينا انت الاشهاد باش انت تخلي مسؤوليتك. حنا هنا غنشدوها وغتكون ان شاء الله باذن الله متابعات في حق مؤسسه العمر حيت ما دارت معنا والو من حقها حيت الدوله هي ولات داخله معنا هي مشاكل. العدو من حقكم نتوما تدعيو العمران اذا كان العمران عطيكم اجهاد ولا شي حاجه ان شاء الله حقكم ماشي 100%. ان شاء الله ما غاديش نتخلى على حقنا وماشي كنهضر غير على الشق الاجتماعي كنهضر على المشروع ككل حيت الناس كلها تهزمات. كاين اللي باع لي دابا البارسمون قال لك لا دابا المسرحيه الجديده انه شي مقاول جديد ويدخل على الشهرين اللي طالعين علاش ما يدخلش كيف بعدا شي مقاول معقول كيفكر بالعقل غيدخل على بروجي فاشل 80% وكثر تاع الفلوس هذا المقاول هذاك فوالا هذه مسرحيه مجرد مسرحيه. هذا كي سفيان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد الوزير والعلوم الإخوان السادة الأحباب السادة الأمور المناضلين السادة ضحايا المشروع الإلهي كلنا نتابع المشروع بوفاة عبد القادر ديالو المشاكل ديالو كلها لأن هذا المشروع عطاو بشرف وبلاش تحملات من العمران هي اللي عطاو فيه سكن اجتماعي سكن اقتصادي باش يتحقق المواطنين تنفيذا للخطاب الملكي السابق بتوفير سكن لائق للرعايه الاوفياء بجميع طرق الوطن. من هذه وانا بالنسبه لي انا كنعتبر هذه خيانه عظمى خيانه الشعار الوطني. الشعار الوطني ديالنا الشعار الملكي الله الوطن الملك الخيانه ديال الله هو انه ما بقاش ثقه خيانه الامل. الوطن ما كيفقدنا في الوطنيه ديالنا بما ان الوطن ديالنا كيتنصب علينا في الوطن ديالنا هذا خيانه للشعار الثاني ديال الوطن. خيانه للملك لانه خيانه للملك لانه مشروع فتح مقاولات شهيره وبها الامواج ديال السكن والكرسي ديالكم كوزير واعاده الانتقال مره اخرى على هذا يدل بان عاطيه واحد الاهتمام سيدنا الله ينصرو عاطيه اهتمام لهذا السكن وهذا حتى هو الخيانه ليه. اللي كنطلبوا اولا بان كيتسول على العبث التي تطفي الوطن هذا الخيانه والنصب ماشي غير حنا غادي داير شي كيدير نصب الاحتيال كينزهوا ولكن كنعرفوا بان راه كاين القضاء كيمشي بالسير ديالو ولكن بينكم التعاملات تكون في القضاء الا كان التدخل ديالكم اذا هذه اللي كيهضر على جوافيك